بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الفرق بين الإمبراطورية والدولة في المصادر والمراجع التاريخية. الإمبراطورية تضم أقاليم أو ولايات أو إمارات استولى عليها مؤسسي الإمبراطورية إما بالفتح أو الغزو، وهذه الأقاليم بتتبع إداريا عاصمة هذه الإمبراطورية ويحكمها بولايتها إمبراطور أو ملك. فمثلا ينبغي أن نقول الإمبراطورية البيزنطية وليس الدولة البيزنطية. فقبل الفتح العربي وظهور الدولة العربية الإسلامية كانت الإمبراطورية البيزنطية تضم مصر والشام وشمال أفريقيا ومنطقة الجزيرة بجانب الشام. كما ينبغي أن نقول أيضا الإمبراطورية العثمانية وليست الدولة العثمانية. فبعد انتصار العثمانيين على الصفويين في جلدران وانتصارهم أيضا على المماليك في مرج ضابق في الشام والريدانية في مصر، كانت الإمبراطورية العثمانية تضم شمال أفريقيا ومصر والشام وأجزاء من إيران. أما الدولة فهي إقليم له مؤسساته الخاصة به وشؤونه المستقلة وعاصمته الخاصة به والتي هي مقره، تحد بينه وبين دولة أخرى حدود متفق عليها دوليا، مثل الدولة المصرية، الدولة اليمنية، الدولة العراقية، الدولة السورية وغير ذلك. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.